وفجأة المنبه بتاع الموبايل رن وسط الاختبار، فطبعا اتوتر جدا والتركيز كله راح. النهارده هنتكلم عن اكتر 6 اخطاء بيقعوا فيها الناس في اختبار الناتي CCL. الخطأ الاول هو الترجمة من الذاكرة. في بعض الطلاب بيبقوا فاكرين انهم هيقدروا يفتكروا الجمل من غير ما يحتاجوا انهم يكتبوا ملاحظات، بس لما بيسمع المقطع الطويل بيتوتر وما بيعرفش يترجم، لان هو بالفعل ما سجلش الجملة عنده في الكشكول او ما خدش نوتس ليها واعتمد بس على الذاكرة بتاعته. الخطأ الثاني هو الترجمة الحرفية. الناس بتفتكر ان النجاح في اختبار الناتي معناه ان انا اترجم الكلمة بكلمة، لكن ده اكبر خطأ، لان في بعض المواقف الترجمة الحرفية فيها بتبوظ المعنى تماما. ثالث خطأ هو السرعة الزايدة. في بعض الطلاب بيحاولوا يتكلموا بسرعة جدا، وطبعا ده بيترتب عليه انه ممكن ينسى اجزاء من الجملة الاصلية، وطبعا ممكن يتلخبط او ينطق غلط او حتى يبدل بعض الكلمات. فحاول دايما تتكلم بالسرعة بتاعتك الطبيعية اللي انت متعود عليها. الخطأ الرابع هو حذف او اضافة معلومات، يعني ما تحطش التاتش بتاعتك. بعض الطلاب بنلاقيهم بيحذفوا كلمات هم شايفينها مش مهمة، او بيضيفوا حاجة من عندهم لتوضيح المعنى، لكن الناتي عايز نقل دقيق للمعلومة الاصلية فقط. الخطأ الخامس هو نسيان تفاصيل مهمة. في بعض الاحيان بيكون في محادثات فيها ارقام او عنوان بيت او رقم ضمان اجتماعي او حتى اسم شخص، فالمفروض ان انت تسجل المعلومات دي عندك، وبرده ما تعتمدش على ذاكرتك لانك هتنسى. سادس خطأ هو نسيان فرق التوقيت وعدم تجهيز المكان. الناس اللي هتمتحن امتحان الناتي وهي عايشة بره استراليا، خدوا بالكم من النقطة دي كويس، لانها وقعت ناس قبل كده. الامتحان بيتعمل بتوقيت سيدني، يعني لو انت في دولة عربية ممكن يكون ميعاد امتحانك الساعة 3 او 4 الفجر، فمهم جدا انك تكون مجهز نفسك كويس قبلها. يعني مثلا تتأكد انك نايم بدري قبل الامتحان، والاهم من ده انك تقفل كل الاجهزة حواليك، لان حصل موقف فعلي مع طالب معانا كان داخل الامتحان وكل حاجة تمام، وفجأة المنبه بتاع الموبايل رن وسط الاختبار، فطبعا اتوتر جدا والتركيز كله راح. فخدها نصيحة، قبل ما تدخل الامتحان اقفل اي اشعارات وخليك جاهز من بدري.